معنا احد شباب كليه التربيه الرياضيه اللي النهارده جايه بتشرف. عايزين نعرف دور التربيه الرياضيه ايه في المناسبات الرياضيه في سوهاج. حضرتك احنا بنشارك في تنظيم جميع المسابقات الرياضيه في سوهاج، لاي مناسبه او اي بطوله تتعلق بالرياضه. قسم الاداره والترويح بكليه التربيه الرياضيه بيشارك بالكامل في تنظيفها، من اول الاعداد والتخطيط ليها لحد التنفيذ لحد الختام. ان الدور بتاعكم انتوا بتقوموا بعمل كردونات وبتقوموا بالتغطيه، انكم انتوا يعني تساعدوا القائمين على الحفل. حضرتك احنا بنساعد القائمين على الحفل وبنساعدهم كمان في التخطيط للحفل. من الاول ما بتبدا عمليه التخطيط احنا بنساعدهم وبندي مقترحات ليهم، وبعدين بنساعدهم في التنظيم وبنساعدهم في الفقرات بتاعه الحفل، والفقرات الافتتاح والختام بتبقى في ناس من التربيه الرياضيه. طالما تكليف من الكليه نفسها ليكم؟ في بيبقى تكليف وفي عمل تطوعي. في تكليف وفي عمل تطوعي. ايوه في تكليف وفي عمل تطوعي. لكن ما فيش مشقه في عندكم ولا في تعب؟ لا حضرتك الكل هنا سواء نساء او اولاد كل يد واحده مع بعضينا. كلنا يد واحده مع بعضينا حضرتك، وكمان احنا بنستمتع وبنستفيد جدا جدا من البطولات اللي زي دي. برافو، يعني بتاخدوها كبرافه ليكم في الاحداث القادمه. حضرتك دي بتاهلنا لسوق العمل بعدين. حضرتك احنا بنتعامل في التنظيم، بنتعرض لمواقف معينه بتاهلنا بتخلينا نعرف ازاي نتعامل بعدين. طب عايزينك بقى ما تعرفناش على اسمك الاول. محمد ايمن. يا كابتن محمد، عايزينك تعرفنا على اهم السلبيات اللي ممكن تقابلكم اثناء تامينكم للاحتفال، او دور يقوم به احد الاشخاص يعني ما يكونش ملائم ليك. حضرتك التعامل مع الناس نفسها، الناس الضيوف اللي جايه، في بعض الضيوف مش بتبقى متاقلمه مع الوضع، مش بتبقى غير منظمه، ودي دورنا ان احنا ننظمها. حتى لو لقينا مثلا رد فعلهم مش كويس احنا بنحتوي الموضوع. ده اللي بحب اساله، يعني عندكم الحنكه انكم انتوا تغطوا على السلبيات. لا بنغطي عليها وبنحتويها. طب تحب تقول ايه لشعب سوهاج النهارده في اليوم الحلو ده؟ بقول له مارسوا الرياضه علشان دي اهم حاجه في الدنيا. عشان انت تربيه رياضيه؟ لا عشان الرياضه مفيده جدا. كل سنه وانت طيب، بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. شكرا جزيلا.